السلام عليكم. اسمع هادي مزيان. راه المراقبة ديال الأبناء والبنات شيء ضروري بالنسبة للآباء والأمهات. راه ملي كيكونوا وليداتنا صغار كنكونوا مقابلينهم، يعني رادين لهم البال في كل كبيرة وصغيرة، ولكن مع حدهم تيزيدوا وتيوصلوا لواحد السن معينة، يعني كيبداو في المراهقة وما بعد المراهقة، راه ما كنبقاوش يعني لاصقين بهم بحكم أنهم كبروا، ويمكن يديروا شي تصرفات أو شي حركات أو ينغمسوا في شي حاجة اللي يمكن يكون فيها الهلاك ديالهم، ولكن حنا ما كنردوش البال حتى كيوقع الواقع. ولهذا كنوصيكم ونوصي جميع الآباء والأمهات تردوا لوليداتكم البال في التصرفات ديالهم، وحتى في المشتريات ديالهم. تقول لي كيفاش المشتريات؟ يعني أي حاجة شراوها تزادت عليهم، يعني ماشي من الدخل ديالك انت او من الدخل ديال الام، بحكم انهم يكونوا ما كيشتغلوش، مازال ما كيشتغلوش، وتزدت عليهم شي حاجه في اللبس، في تليفون من نوع خاص، سلسله، ساعه يدويه، المهم اي حاجه ماديه تزدت عليهم في سرعه البرق، يعني في واحد اللحظه اللي هما ما عندهمش مدخول. اذا خاصكم تقولوا لهاد الوليدات من أين لكم هذا؟ منين جاكم هاد الشي؟ كيفاش وصلتوا ليه؟ كيفاش حققتوه؟ يعني يكون عندكم واحد المراقبة لهاد الوليدات في هاد المسائل هادي، في هاد المسائل، لأنها كما قلت راه فيها ربما الهلاك ديالهم. إذا دائما نردوا بالنا لوليداتنا، نراقبوهم، نتابعوهم، ما حدهم عايشين معنا في سقف واحد، وحتى ملي كيوليو عايشين وحدهم راه كيخصك تراقبهم. ما حدك انت عايش وانت كتراقب وليداتك، لانهم من دمك ولحمك الى تصابوا بشي حاجه او وقعوا في شي حادث او وقعوا في شي حاله من الحالات، راه انت دائما كتبقى المولان. وهذوك وليداتك الى وقعوا في شي ازمه، راه هي في حد ذاتها راه ازمه ديالك انت، راه انت اللي كتحل وانت اللي تفك وانت اللي تجري وانت. اذا دائما الله يجازيكم بخير، راقبوا وليداتكم، ما تغفلوش عليهم، لان الوقت صعيبه. كما غادي نقولوا مثلا حنايا دابا على هذا بالنسبه للبيت الصغير، اما بالنسبه للبيت الكبير المجتمع، راه بطبيعه الحال حتى الدوله راه ولات كتراقب الناس. واحد ما عنده ما يكسب ما يعلم بين عشيه وضحاها، ولا عنده الفيرمات والملاكات وحتى هذاك راه خصنا نراقبوه ونقولوا له من اين لك هذا، ونشوفوا شنو كاين. لان حتى حاجه ما كتجي بسرعه، الحاجه اللي كتجي بسرعه راه فيها ان. ايوا ردوا بالكم، الله يرضي عليكم، وتحياتي لكم.